ابوكي فين؟ ابويا في البيت بيشرب حشيش. ابوكي في البيت بيشرب حشيش؟ اهدي الشنطه دي. يشرب حشيش وسايبك كده في البيت؟ سايبك كده في الشارع؟ طب ما ده لازم نحبسه ده، ولا نسيبه؟ احبسيه. احبسه؟ هو يستاهل، ابن حلال ويستاهل. وامك نحبسها ولا نسيبها؟ لا نسيبيها. اشمعنى بقى؟ ما بتشربش حشيش معاها؟ ما بتشربش حشيش، بتشرب يا حشيش يعني ايس كده. ايس؟ امك بتشرب ايس؟ الشنطه دي منك. الشنطه؟ انت عايزه الشنطه؟ تاخدي الشنطه مني؟ هتعملي بيها ايه؟ مش عايزه اي حاجه، عايزه تقلبيني؟ عايزه تقلبك؟ ده حتى لهجتك مع الطفله استغفر الله العظيم باستحقار. هي جايه هتبيع لك مناديل، مش جايه تقلبك ولا حاجه، دي جايه بتقول لك بتبيع مناديل. طلعت التليفون وصورتيها وحققتي معاها وجبت اللي في بطنها، وامها بتشرب ايس وابوها بيشرب حشيش. ايه في ايه؟ هو اي حد يا جدعان عايز يعمل خير ده بيعمله عن طريق برامج التواصل. عشان اصور النهارده وانا بعمل الخير طفله صغيره لا حول لها ولا قوه، كفايه اللي هي فيه وكفايه مصيرها وكفايه المصير اللي هي اتحطت فيه، الله اعلم جاي في حلال ولا جاي في حرام. وكفايه يعني ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. يا استاذه اللي طلعت التليفون وصورت الطفله، ده الطفله دي لا حول لها ولا قوه، والله حضرتك المفروض تتسألي. ايه الفضايح دي؟ جايه بتبيع لك مناديل، بتبيع مش بتشحت ولا بتقلب، بتبيع مش بتشحت ولا بتقلب، يعني على قد حالها ده كله وعلى اللي هي فيه والقرف والمرار اللي بتشوفه ووقفتها جنبك في العربيه، وربنا اللي يعلم بحالها. حضرتك هتروحي بيتك تاكلي وتشربي وتنامي وتتغطي، الله اعلم هي بتنام فين بتقعد فين، الله اعلم. ايه ده؟ انتوا اقسم بالله العظيم عالم بلا رحمه، والله العظيم اتنزعت من قلوبكم الرحمه، حتى الضحكه طالعه منك مسخه. حرام عليك، ودي طفله، الطفله دي في عمر بنتك اذا كنت متجوزه ومخلفه، حتى ضحكتك مسخه معاها. اتقوا الله حرام عليكم. وبعدين ليه بنطلع التليفونات ونقوم جايين بنصور الحاله واحنا بنساعدها؟ اللي هو انا بعمل لله اهو، شايفين يا جدعان انا بعمل لله، شايفين يا خل، شايفيني اهو انا بعمل لله. ده انت حتى ما انتش عليكي تجبري بخاطرها، ده انت بتقولتي عايزه تقلبيه هي دي تعرف تقليب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم ربنا ينتقم من كل واحد